السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم فيديو جديد من فيديوهات التحليل النفسي، وأنا إيهاب الغرباوي أخصائي التحليل النفسي. من فترة كتيرة كده حصل إن أحد الفنانات المصريات ظهرت في فيديو وقالت في تصريح رسمي إن هي بالفعل بتتابع الأفلام الإباحية، وكمان التصريح ده كان عمل ضجة كبيرة جدا وكان عمل مشاكل كبيرة جدا، لأن هي بالفعل فنانة مشهورة وليها يعني كثير من المتابعين، وكمان كان في أحد البرامج الشهيرة. فبالتالي ده عمل ضجة وعمل كمان نوع من أنواع التحفيز اللا إرادي أو اللاواعي لكتير من البنات أو من إخواتنا إن هم يشاهدوا أو يكون عندهم مشاهدة الأفلام الإباحية شيء معتاد أو شيء عادي. وطبعا دي كانت مصيبة وكانت مشكلة كبيرة جدا. بالفعل أحد أصدقائي المتابعين وأنا بشكره جدا، أحمد زكي، احمد من الناس الاول اللي انا يعني مبسوط جدا بتفاعله معايا بشكل مستمر وكتير بيسال. بالفعل احمد طلب مني ان انا اعمل تحليل شخصيه للفنانه انتصار، وخصوصا بعد تصريحها الجريء اللي حصل في الفتره اللي فاتت خاص بمشاهده الافلام الاباحيه. والحقيقه ان انا قلت لاحمد انا عاوز منك انت تعمل هذا التحليل وتبعته لي، وانا ما عنديش مشكله لو طلع كويس ان انا انشره عندي على القناه، ويكون شيء كويس للمتابعين ان هم يشوفوا احد اصدقائهم برضو من المتابعين هو اللي بيعمل تحليل بنفسه. الحقيقه التحليل هيكون فيه بعض من يعني المعلومات الغير مضبوطه بشكل كبير، ولكن في نهايه الفيديو ان شاء الله انا هوضح كل هذه المعلومات المغلوطه، وكمان هقول لكم على التحليل الدقيق جدا في نهايه الفيديو. ولكن الاول دلوقتي خلينا كده نتفرج على التحليل اللي عمله احمد عن الفنانه انتصار بعد يعني صدورها او بعد يعني قولها ان هي بتشاهد الافلام الاباحيه، وده حريه شخصيه. فيلا بينا نشوف التحليل دلوقتي ونرجع تاني علشان اوضح لك بعض من المعلومات المغلوطه في التحليل او بعض من المعلومات الدقيقه علشان يكون عندك الصوره كامله. لكن الاول لو انت اول مره بتشوفني فانا ايهاب الغرباوي اخصائي تحليل نفسي، وهنا قناه ايهاب الغرباوي وبنحلل فيها شخصيات الناس من خلال علم الفراسه، وده علم قراءة الوجوه وكمان لغة الجسد. فمهم قوي دلوقتي انك تعمل اشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك كل الفيديوهات من النوع ده. يلا بينا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم يا رب. إن شاء الله هحلل لكم الفنانة انتصار بعد طلب من الدكتور إيهاب الغرباوي. على فكرة الدكتور إيهاب من الشخصيات المحترمة جدا واللي أنا بتعلم منها كتير وبحبها جدا، ويا رب يعجب الفيديو. مبدئيا كده، مين هي انتصار؟ انتصار ممثلة مصرية معروفة جدا ومشهورة بتصريحاتها الجريئة جدا. من فترة كده طلع ترند كانت بتقول إنها بتشاهد أفلام إباحية وإنها حرة ومحدش ليها عندها حاجة وكده يعني. طب هل في ملمح في الوجه فعلا بيدل على ان الشخص بيشوف الحاجات دي وكده؟ في ملمح بيدل على كده، بس المشكلة مش دي القصة ان عادي، ما في ناس كتير بتعمل كده بس في السر وبتخاف تعلن عن حاجة زي دي. ايه الحوار بقى؟ ده اللي هنعرفه من ملامحها دلوقتي. مبدئيا كده، اطار الوجه ده ايه؟ اطار الوجه ده مربع، بس مش مربع كامل على فكرة، خليه مربع بس دلوقتي. يعني هي شخصية قيادية مسيطرة واثقة من نفسها جدا، تحليلية. ده بس اللي هناخده من إطار وجه المربع هنا. طيب نيجي للجبهة. الجبهة دي دائرية وصغيرة وبتضيق شوية للأعلى، بمعنى إنها عاطفية التفكير. عاطفية؟ مش لسه قايلين إنها تحليلية؟ أيوة، التحليل هنا في المواقف، إنما هي عاطفية في التفكير، تفكيرها تفكير شخص عاطفي. من الآخر الإطار هنا مربع معاه شوية مدور، أو اللي هو المربع مدور يعني. هي اجتماعية جدا، بتحب مقتنياتها جدا، ما بتفرطش فيها بسهولة على فكرة. كمان هي من النوع اللي بيقدر العلاقات الاجتماعية كويس، بيعمل حساب لمشاعر الآخرين يعني. كمان هي من النوع اللي خلقه ضيق، بيزق بسرعة، بتحب يعني الإنجاز في العمل، بتخلص كل حاجة بسرعة يعني. كمان هي من الشخصيات اللي تفكيرها واضح وبسيط، متحبش بقى الفلسفة والنظريات والدخول في الأمور اللي ملهاش لازمة يعني بالنسبة لها. في الجبهة كمان هامة أرملة، فهي من النوع المتمرد، بتحب الحرية، ما تحبش القواعد والقوانين وحد يتحكم فيها وكده يعني. ما تحبش مثلا راجل وست، الراجل يقدر يعمل كذا والست ما تقدرش تعمل كذا، لا هي شايفة انها ممكن تقدر تعمل اي حاجة زي الراجل ما بيعملها. نيجي للحاجب. الحاجب هنا مرفوع عن العين، وكمان في مسافة بين الحواجب كبيرة. يعني ايه؟ يعني هي شخصية انتقائية وبتحب الرسميات، شخصية بتعرف تنقي أصدقائها، تنقي الأماكن اللي بتروحها، علاقاتها عاملة ازاي كده.
شخصية لها وضعها، ما تحبش حد يقل منها، يعني لازم يتقلها يا فنان انتصار يا أستاذ انتصار كده. كمان هي من الشخصيات اللي الخصوصية عندها قليلة شوية، بمعنى انها عندها الأريحية انها تتعامل مع جمهور كبير بدون خوف او حرج. بس ده ممكن يودينا ان هي ممكن آه، ما تهتمش برأي الناس فيها أوي، وده السبب الرئيسي اللي يخليها تطلع تصريحات جريئة بالمنظر ده. الحاجب هنا واخد شكلين، شكل الحاجب البطل وحاجب الشبيه بالدائري. طب ده معناه ايه؟ معناه انها جريئة جدا، ردود افعالها سريعة جدا، بس هنا ما اقدرش اقول كده. ممكن اقول انها ما بتخافش، او ان هي بتاخد موقف بسرعة. كمان هي من الشخصيات اللي بتعرف تدعم وجهة نظرها جدا، وكمان عندها التعبير الدرامي عالي، وده بيساعدها جدا في الشغل على فكرة. طيب ننزل للعين. العين هنا في مسافة كبيرة ما بينهم، كمان الجزء الداخلي للعين مدبب. انا ما اقدرش اقول انها متسامحة، بس اقدر اقول انها لئيمة. فهي ممكن تفوت مرة واتنين، وبعد كده ممكن تاخد رد فعل سريع وتاخد حقها كويس. القديم قبل الجديد. كمان هي من النوع اللي بيبص نص الكوباية المليان، متحبش تركز على السلبيات او التفاصيل المش مهمة. وكمان على فكرة بتتأخر على مواعيدها كتير. ننزل للأنف. الأنف هنا من النوع الطويل والمستقيم، وأرنبة الأنف كمان صغيرة. يعني هي من النوع الطموح المجتهد اللي بيعرف يخطط للمستقبل كويس. كمان هي من النوع الوطني، بتحب بلدها جدا. وكمان هي ممكن تعمل أي حاجة عشان تدافع عن آرائها ومعتقداتها. كمان هي من الشخصيات الغير حريصة، يعني ممكن تقول عليها مبذرة، لأنها مش من النوع اللي بيهتم بالماديات. يعني هي لو اتعرض عليها أي دور بأي مبلغ ممكن تقبل الدور ده، بس لو الدور عاجبها مش عشان المبلغ. نربط بقى شوية الحاجات اللي احنا قلناهم دول. شخصية متمردة حرة، مش بتهتم برأي الناس فيها، ممكن انها تشارك خصوصياتها للعامة عادي. اهم حاجة بالنسبة لها انها تكون حرة ومحدش يتحكم فيها. كمان هي من النوع الصريح الواضح اللي مش بيخبي حاجة، ما عندهاش حاجة تخاف بيها، لانها عارفة انها مش بتعمل اي حاجة غلط. طيب ننزل بقى للحركة عشان نخلص. الشفة العلوية والشفة السفلية الاتنين من النوع الغليظ. كريمة وقت وفلوس ومجهود، بتعرف تعبر عن أفكارها ومشاعرها كويس. كمان هي من النوع اللي بيعرف يحكي قصص ويعرف يجذب الناس لحديثه. طيب حتة الأفلام الإباحية دي موجودة بس مش هقول عليها للأسف، لأن دلوقتي لو قلتها هتمشي تدور عليها في خلق الله كلهم، وطبعا ده مرضيش حد. كمان عندها زوايا الفم معوجة بالمنظر ده، فهي بتدور على الأحسن في شغلها، أو حاسة إنها لسه ما قدمتش أحسن ما عندها، وبتدور إنها تأدي بشكل أحسن. بس اللي معطلها إنها للأسف شخص كسول. بس كده. يا رب يكون الفيديو نال إعجابكم، وما تنسوش تصلوا على النبي. دلوقتي أصدقائي بعد ما شفنا فيديو تحليل شخصية الفنانة انتصار، ويعني بعض من الأسباب اللي خلتها أو اللي يعني سمحت لها إن هي تتكلم عن مشاهدة الأفلام الإباحية، أو إن هي تتكلم في الموضوع ده بدون حرج بدون حرج بدون حرج أو بدون يعني حياء أو كسوف. فإن شاء الله أنا هعمل لكم فيديو مخصوص عن هذا الموضوع مرة تانية، وهيكون عنوان الفيديو إن شاء الله صفات في الوجه بتدل على عدم وجود الحرج وتدل على الاندفاعية في الكلام. يعني تقدر حضرتك تعرف الشخص اللي فيه هذه الصفات إذا كان ممكن ما يراعيش مشاعر اللي قدامه، وكمان إذا كان ممكن يكون عنده اندفاع في الكلام ويقول كلام مغلوط أو كلام يسبب ليه كثير من الأذى أو لأصدقائه أو لأحد يعني محبينه. فان شاء الله هعمل لك الفيديو ده في اسرع وقت، ولكن عشان يوصلك الفيديو ده مهم قوي ان احنا ناكد على اشتراكك بالقناه وتفعيل زر الجرس للكل علشان يوصلك كل الفيديوز من النوع ده. انا ايهاب الغرباوي، اخصائي التحليل النفسي. اشوفك فيديو جديد. السلام عليكم. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا على انستغرام واتساب.